السلام عليكم، شلونكم خواتي؟ الله يحفظكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شوفوا خواتي، اليوم عندنا عجن وخبز. عندي طلبوا مني خبز. الله يحفظكم. شوف هاي العجانة نفس الإيد اللي تتحكمون بيها. شوفين نقص ماي، شوفينها لينة، تخلي لها طحين. انتي حسب لمس مالتش تلمسين العجين. شوفينها شقد الماي تحتاج، قد الطحين. زين، شوفوا هسه كل زين. عجينة بعدي ملح ما خاله. تقدرين تخلي لها الملح ويا الطحين، بس انا احس انه يصير ارتب، يصير العجن افضل. شوفوا خواتي، اليوم طلبوا من عندي خبز. شوفوا شلون بنات جاي ترتب العجين، ما شاء الله مو احسن من ايدينا. هسه ابدي اخلي الملح. راح يصير مثل الحلاوة ما شاء الله. إذا خليتي الملح بالأخير يصير العجين مرتب. شوف خواتي، شوف شلون مثل الحلاوة. شوفوا خواتي، بدينا نخبز الطلبية العجنة. طبعا من عندنا خبز. شوفوا خواتي، شوفوا خبزة البيت بركة بالبيت. ايش تبغي ما يطلع الماء صح؟ خواتي شلون يزغري الخبزة وقطعة الخبز العجين شنقة ما تجي في ايدي الصغيرة. خواتي ما شاء الله، شوف الخبز، شوف ايش قد حلو.
خواتي هاي نتيجة الخبز، ببركة خبزة البيت. شوفوا وبيها طعم، ما بيها لا بيكنج باودر ولا صودة. شوفوا خواتي ما شاء الله بركة، سهمكم العافية، الله يحفظكم. اليوم عندنا بقايا قماش قديفة نسوي من عندها شكالات أو طوق أو شكالات أو سموهم قراصات. هذا شوفوا بقايا القماش يعني تقريبا نص متر. معوها شوف بنات ايش راح نسويها. راح نحط بداخلها هنا لاستيكة وبالخرط مالت اللاستيك بالخياط راح تصير طوق، أو تريديها صغيرة سويها بس قراصة. شوفوا أو نسويها بس صغيرة نسوي بيها شكالة أو طوق، ندخل بها اللاستيك تصير مقرمشة هيجي وتشكل بالشعر، يا إما طوق تتخلى فوق الشعر داخلها لاستيك إذا تريد تخليلها. وهسه هذا عندي هذا البنفسجي همه، وهذا عندي جوزي هذا القديفة. هذا بقايا القماش هم أسوي بيها كم وحدة تفيد بناتنا، وتخليلها دانتيلات تخليلها هذا اللي يصير على الصدر أو على الحافات القماش مرتب، أو تخليها دانتيل أو أي نقشة وردة عندك ترتبيها أنت حسب الترجينة وتنسقيها، أو تريديها سادة بس القماش وبداخلها تخلين اللاستيكة ويتكرمش الخياط. عرفتوا شلون بنات تصير كلش حلوة مرتبة. وأشوفكم خياطها هذه وتطبقيها هاي على الثانية وتصير ليش طاق. شوفوا بنات الله يحفظكم، أشوفكم النتيجة والخياط مالتها. شوف خواتي هذا عندي دانتيل زايد ينمنم يلوق على هاي القطعة، راح أسويها طوق مال أطفال أو شكالة. عندي هذا اللاستيك عندي راح أسوي بالداخل حتى يتكرمش القماش، وأشوفكم إن شاء الله. شوف خواتي شوفوا خليت لها لاستيكة بالداخل سويته طوق يعني. شوفوا طوق كبيرة سويتها مال راس كبير. شوفوا شلون حلوة النقشة مالتها. شوفوا النقشة هاي اللاستيكة بالداخل وطبقتها واللاستيكة قرمشتها مع الدانتيل مالتها. زين بنات الله يحفظكم. شوفوا شلون مرتبة، واحد ينسق يسوي شغلات اللي عنده بنات حتى الكبار تسويها تلبسها. بقت ان شاء الله عندي اثنين هم راح اسويهم غير لونين همه. شوف قد مرتبة على الراس تصير طوق، والباقيات راح اسويهم لا قراصات او شكالات تشكلن بالشعر، يعني يشيلن الشعر. هذا طوق يتخلى فوق الشعر مع البنات. الله يحفظكم.